دي مهزله كبرى لا يمكن السكوت عليها. وانا الحقيقه وانتم عارفين ان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صديقي وبحترمه وبيننا علاقه محترمه جدا، وانا عاجبني الطريقه اللي هو ادار بيها الموضوع بسرعه كده وخلاهم يتصالحوا والاثنين اعتذروا وكذا. بس انا بقول له يا سياده المستشار، وانت تعلم ان انا بحبك وبقدرك وبحب نادي الزمالك، هذا لا يكفي. المصالحه والاعتذار ما بينهم لا يكفي، لان هما الاثنين مش رموز من رموز نادي الزمالك بس، دول موظفين في نادي الزمالك. دول موظفين في نادي الزمالك، واحد مدير كره وواحد مشرف على قطاع الناشئين، يعني الاثنين لما يتكلموا هم بيتكلموا باسم نادي الزمالك. لما يطلع بينهم السباب فيطلع ابراهيم حسن، انا ما اعرفش سمعت ولا لا الاهازيج اللي حصلت ما بينهم امبارح. انتوا عارفين ان مرتضى منصور كان شد على حسام وابراهيم بعد الهزيمه وقال ان هم السبب. فابراهيم حسن اما طلع تصريح قال لك هو مرتضى منصور فاكر ان هو بيكلم مين؟ بيكلم الخمرجي اللي كان ماسك الفرقه قبلنا. فابراهيم حسن قصده طبعا احمد حسام ميدو، وده تصريح لا يليق وفيه سب وقذف وفيه اهانه لاحمد حسام ميدو. وبالاضافه لكل دول احمد حسام ميدو ما كلمكش يا كابتن ابراهيم حسن، يعني ما فتحش بقه. مرتضى منصور كان بينتقدك انت وحسام حسن، عايز ترد رد على مرتضى منصور. ايه علاقه احمد حسام ميدو؟ مين اللي جابه في الكلام؟ فطبعا احمد حسام ميدو انتوا عارفينه شاب، وهو باعتراف احمد حسام ميدو بيقول لك انا لساني طويل. يعني احمد حسام ميدو لما بيطلع معانا في الحوارات يقول لك كده معلش اعذروني انا لساني طويل، لما حد بيغلط فيا ما بعرفش امسك لساني. طبعا ده غلط بس في النهايه هو كده. فاحمد حسام ميدو سمع الكلمتين دول قام رادد على ابراهيم حسن وقال له انه الكلام ده جاي من راجل